السلام عليكم. النهاردة في مصر حاجات كتير حصلت لازم تعرفها فورا. أول خبر معانا: الجو مولع. هيئة الأرصاد أعلنت إن الحرارة هتوصل ذروتها النهاردة وبكرة مع شبورة خطيرة الصبح ممكن تأثر على الرؤية في الطرق. نخش على الحكومة. مجلس الوزراء قرر استمرار نظام الشغل من البيت يوم الأحد طول شهر مايو، خطوة لتقليل الضغط وتحسين الإنتاجية. والحوار دوت مش جديد، كان معمول من أول شهر إبريل ولكن هيقدموه شوية لشهر مايو. في خبر مهم اقتصادي: البورصة خسرت حوالي 3900 مليار جنيه، وفي نفس الوقت في تمويلات دولية داخلة لمصر بقيمة مليار دولار. وبرضو الرئيس وجه بصرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور، دعم مهم للناس اللي محتاجة. من الأخبار الخدمية: أسعار الذهب والدولار لسه بتتغير بشكل كبير وناس كتير بتتابعها لحظة بلحظة. أما بقى الخدمات: صرف معاش تكافل وكرامة هيبدأ من نص شهر مايو، وكمان وزارة الأوقاف افتتحت 24 مسجد جديد النهاردة في محافظات مختلفة. وفي الصحة: تحذير مهم للحجاج بضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا قبل السفر. وفي السياسة: مصر بتشارك بقوة في اجتماعات دولية وبتحاول تهدي التوتر في المنطقة. وأخيرا، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عاملة ضجة كبيرة والجمهور بدأ يتوافد على الاستاد. بس تفضل متابع كل جديد أول بأول، اعمل فولو عشان توصلك الأخبار